تمام؟ هتحس في لحظه ان انت غبي، اطلع اقعد في المكتب فوق. لا لا وسيبني والنبي، انا عايز اتفرج وهركز. يبقى تقف ساكت. ماشي. ايه ده؟ راس الكبيره جايه. ايوه بس هيخش من الباب براسه الكبيره ازاي؟ عادي، ما فخر راسه كبيره وبتخش عادي. هروح اقابله. ها؟ عم الدنيا، نورت المكان. ازيك يا فخر؟ ازيك يا معلم؟ جدع جدع انك عرفت تقلب الخرابه دي وتخليها مكان مناسب. لا بس ده النادي بتاعي فعلا. خرابه يعني؟ ايه ده؟ مين دول؟ ده اخويا كده، مخ على قده، ودي مراته. طب يبصوا لي كده ليه؟ لا ده غلبان في مخه يا باشا. يلا تايسون ريتاج، عيانين خالص يا باشا. فخر، هو ليه الترابيزات ما عليهاش كاجو؟ لا يا باشا، عليها اهو سلامة الشوف. اتفضل يا ريس. دي بطاطس. ما هي بطاطس بطعم الكاجو. لا ماشي. كله هنا موجود يا باشا والله. اتفضل يا باشا منديل عشان تمسح مناخيرك. امسح مناخيري من ايه؟ ما هي مناخيرك نازله حضرتك. دي؟ اه. ده حلق. هو مش بيتلبس هنا؟ دخل الملاكمين يا فخر. حاضر يا باشا. يلا. ماشي. دخلوا الملاكمين. يا لهوي، كل دي فلوس يا سيد؟ ما تيجي نراهن على الونش. اشمعنى الونش؟ يعني بيقولوا الونش ده اقوى مخلوق على وجه الكره الارضيه. ده بيقول لك بيشيل 10 اضعاف وزنه. مبدئيا ده مش ونش حقيقي، ده بني ادم عادي واسمه ونش، وبعدين الونش اصلا مش مخلوق. بجد؟ الونش تصدق؟ مش مخلوق؟ مش مخلوق. بس هو شكله قوي قوي، ما تيجي نراهن عليه. طب وليه نراهن ونخمن بل ما احنا معانا الزفت ده؟ حلو. عرفيني بقى ليه مصرين انت وفخر نجيب الزفت ده في المكان اللي احنا جايينه ده؟ مفيش اي ربط. ايه؟ مفيش. احنا هنتفرج على الماتش كله وهنعرف مين اللي هيكسب، بعد كده نرجع بالزمن اللي ورا وهنراهن على اللي هيكسب، فهمت؟ ياه دي لفه بعيده قوي. فخر، خلاص وقت الرهان خلص، ابدأ اللعب يلا. ماشي يا باشا اللي تشوفه. بقول لك يا فخر، انت ما راهنتش ليه؟ لا يا باشا، ما بعملش الحاجات دي، الرهان من الشيطان. الله يفتح عليك يا ابني. يلا ابدأ اللعب. ماشي يا ريس. هي دي هتلعب؟ تلعب؟ لا دي خطوبتها دلوقتي وبتفرج الناس على الشبكة. يلا رد يلا. قلت لكم نراهن على الونش، مش محتاجين الريموت. هنا على الونش. ها؟ بقول لك يا ابو السيد، اطلع لي كده بالريموت وارجع لي بقى صلنسيه بالراحه كده عشان نراهن على نمله القمر ده. فخر، وقت الرهان خلص خلاص، ابدأ اللعب. ماشي يا باشا.
بقول لك يا فخر، انت ما راهنتش ليه؟ يا باشا انا مراهن ب 300 جنيه بس. على مين؟ على نمله. يا ابني كله مراهن على الونش. يا باشا ما هو نمله، هراهن عليه بايه يعني؟ ده كويس اني ما راهنتش بسكر. براحتك. ايش يا باشا؟ ها، راهنت بكل الفلوس يا فخر؟ راهنت بكل الفلوس؟ ده انا راهنت بكل الهدوم على نمله. بقول لك ايه، هاتي ساعتك دي. لا مالكش دعوه بساعتي، ما ممكن نمله يخسر. يخسر؟ انت غبيه يا بنتي، ما لسه كسبان قدامنا دلوقتي. مش ضمني، ممكن يتصاب. يتصاب؟ لا ما تخافيش، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا سيد، عادتها بغبائك. ايوه يا نمله، ايوه. معانا كام دلوقتي؟ معانا كتير قوي. ايوه يا نمله، انا فرحان قوي ان فالنتي هترجع، الحمد لله يا رب. انا معايا 10. لا استنى. 9 10 شوف سيد ورا. يا ترى مين اللي هيكسب؟ هي مش هتلعب بقى؟ لا هي ما بتلعبش، هي بتتفرج عليها. قلبي بالراحة بس على الورق، بالراحة بالراحة بالراحة. ما تشجيني كده يا مرات اخويا وتقولي لي كده لمينا كام؟ 3,645,400 جنيه. اللهم صل على النبي. قلت لكم الفلوس هتنزل على دماغنا زي الرز، وده اولها. طيب بما ان خير ربنا كتير، انا بقى هاخد ال 200 جنيه دول اروح اشتري كرافته. خد 400 شبرق نفسك. شكرا يا ريتاج. تعالى 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 تعالى، انت هتاخد ايه؟ ما خلاص ريتاج ادتني 400 جنيه. لا يا حمار، دي بتشتغلك، يعني كل دول 400 جنيه، يعني دي لوحدها 200 جنيه. طب بتبص وشي وظهر بس على الورق، والرزم اللي في النص دي ملهاش لازمه. مش عايزين هبل، الفلوس دي للفرجه بس، محدش حتى يلمسها، عشان لما نوديها للسحاوي نخلص من قصته خالص. انا كل ما افتكر ان الفلوس دي رايحه للسحاوي بتنكد. ما تبقاش بومه بقى يا سيد، ما احنا هنرجع الفلوس عشان نسد ديوننا. ولا اقول لكم ما تيجي نحلق للسحاوي وناخد الفلوس دي كلها وناخدها. لا خدها. بس كفايه، احنا كل ما بننجز حاجه بتتطربق فوق دماغنا. صحوا النوم يا حلوين. معلم ناصر، ايه الطريقه البلدي دي؟ سامحني انا اسف. خير في ايه يا معلم؟ انت اللي هتقول لي في ايه. طب نستأذن احنا بقى عشان تكملوا كلامكم. محدش هيتحرك من مكانه قبل ما اعرف عملتوها ازاي. انت عايز تاخدنا في دوكه؟ انت اللي هتقول لنا عملتها ازاي. ايه دي؟
السكسوكه دي ازاي بتخليها تطلع من هنا بس والجناب لا؟ لا ما انا هقول لك، ما اصل دي ليها طريقه. لما انت بتكبس بالحلق كده، فبقول لك ايه يا فخر العرب، اخلص وقولوا لي عملتوها ازاي. انتوا كنتوا عارفين مين اللي هيكسب من قبل ما اللعب يبدا. احنا؟ ايه ده؟ مستحيل، ما اللعب كان قدامك يا حاج وكله كان على عينك يا تاجر. ما هو ده اللي هيجنني، وجاي عشان اعرفه. وفكروا كويس قبل ما تجاوبوا، عشان لو حورتوا هتموتوا. ماشي، انا هقول لك بس على شرط تخلي سيد يجاوب اخر واحد. ماشي. لا بقى، انا اللي هقول. ايه ده؟ تعمل ايه يالا؟ اثبت! لا اثبت انت، اثبت يالا! اثبت انت. نزل سلاح! نزل السلاح انت الاول. بقول لك نزل سلاحك! سلاح ايه بس يا معلم؟ ده عيل عبيط مخه على قده، ده بيهددك بلعبه. مش ده اللي فيه الليزر؟ لا مش ليزر اللي هو بيجي على الوش عشان ما يصدهاش. يا عم، هو انت شريف اكرامي؟ يا حمار انت ايه اللي خلاك تطلع الريموت وتشيله جوه؟ هتكشف سرنا يا غبي. انا هرجع بالريموت ده دلوقتي حالا. عايزين تركبوا معايا الريموت اهلا وسهلا، مش عايزين انا هرجع لوحدي. صحوا النوم يا حلوين. ايه ده؟ انا مش فاهم اللي بيحصل خالص. انت مش فاهم اللي بيحصل خالص؟ انا مش فاهم الحلقه دي كلها. يا جماعه احنا مغمى علينا بقالنا اكتر من ساعه، والبتاع ده ما بيرجعش اكتر من ساعه، فاحنا لابسين الراجل ده لابسين. بقول لكم ايه، فككم من الحوارات دي. انتوا كنتوا بتغشوا وكنتوا عارفين مين اللي هيكسب من قبل اللعب ما يبدا، فتقولوا لي عملتوها ازاي وفكروا قبل ما تقولوا، عشان لو حورتوا هتموتوا. لا بقى انت زهقتنا. طب مش هنقول حاجه ومش هتعرف تعمل معانا حاجه. انا لقيت الريموت في عربيه فخر كان واقع من الكائن الفضائي. اسكت يا ابني، كان فضاء ايه يا باشا؟ ده الواد ده دماغه تعبانه زي ما قلت لك. انا كده هضطر اقول لحضرتك الحقيقه، لا خبيتها جوايا سنين طويله. سيد ده كان بركه من صغره، كان طفل غير كل الاطفال، بيلاقي الخير في اي مشوار، بيسرح شعره من غير سشوار، وما بيعملش اي حوار. وفي يوم في الشتاء اكتشفنا الموضوع ده. ازاي؟ ازاي؟ لا قول لي ازاي زي كده. اخلص. حاضر. في ليلة في الشتاء واحنا قاعدين في عشتنا الصغيرة الفقيرة، برق ورعد وتلج وريح ودنيا برا مجنوني، تلج مجمد ما بيسيح، عملنا سكر بليموني. تشرب حاجة يا باشا؟ يا سيدي اخلص. مش، أنا آسف أنا آسف. في الليلة دي كنت قاعد جنب سيد، ولا بيا ولا عليا، قمت عاطس. قام سيد بصلي وعينيه نورت وقال لي أنت عندك برد. أنا انجعصت، ما صدقتش اللي بيحصل. خدت ديلي في اسناني وجريت على الدكتور بسرعة. قال لي أنت إزاي ساكت على نفسك كده يا متخلف؟ أنت عندك برد مبهدلك. وقام كاتب لي كونجستال. انت بتحور يا فخر، والكلام اللي بتقوله ده كله فاكس وما يدخلش دماغي، واصدقه ازاي؟ يا باشا انا هشتغلك ليه؟ انت هتشغلني لا مؤاخذه. لا يا بيبتي اشتغلني، انا مش عبيط. لا يا عم اسمع بس. بقول لك يا فخر العرب، عيب تكذب، انت فخر العرب. الله، ثانية واحدة. الو يا حماتي، انا مش قلت ما تكلمنيش مليون مرة وانا في الشغل؟ ايه؟ مراتي هتولد ازاي؟ دي في السابع. هتجيب بنتي برضو؟ يا ستي سميها زي الاولانية كان اسمها ايه؟ سميحة؟ سمي دي سميحة، وما تكلمنيش وانا في الشغل تاني. انا اصدق الكلام اللي انتوا بتقولوه ده ازاي؟ شايف ده؟ انت بتحور يا فخر، وكل الكلام اللي بتقوله ده فاكس، وانا اصدق كلامك ده ازاي؟ انا حسبت لك. حماتك هتكلمك دلوقتي في التليفون. حماتي ما بتكلمنيش وانا في الشغل. وهتقول لك ان مراتك بتولد. مراتي في السابع. طب رد شوف مين عشان تسمع الخبر اليقين. ده حماتي فعلا. الو يا حماتي، مراتي هتولد؟ ايوه بس دي في السابع، وهتجيب بنت برضه؟ سميها سميحة زي اختها الاولانية.
اسمعي، سميها سميحه. ايوه الاتنين هيبقى اسمهم سميحه، انت مالك انت؟ الله دول بعيال انا. اقفلي. انا اسف يا مولانا، حقك عليا. يعني خلاص سامحتنا وصدقت الاشتغاله؟ اشتغلت ايه؟ ما كنا ماشيين كويس. معلش سامحتك وصدقتك، وانا اللي طالب العفو والسماح. انا بس عدم اللامؤاخذه ليا طلب بسيط. قول طلبك البسيط يا صاحب البدله الكونكريت. انت من النهارده يا مولانا عدم اللامؤاخذه هتشتغل معايا. اشتغل معاك ايه؟ هتبقى الراجل بتاعي. اتجوزك؟ ما ينفعش، اصل انا متجوز. يا سيدي وانا كمان متجوز. انت من النهارده هتلازمني زي دلو. طب والحل يا جماعه هنعمل ايه؟ انت لو فضلت ملازم الراجل ده زي دول احنا كده مش هنخلص. هنعمل ايه مع السحاوي؟